اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نسرين هاند ميد كروشيه. النهارده هنكمل مع بعض الجزء الثاني بتاع المقلمة. اتمنى ان الجزء الاولاني يكون عجبكم. ما تنسوش لايكات كتير على الفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. وهبتدي ان انا اكرر السطر التاني، بس برضو هيبقى شبه ده لاني انا هعمل جرابات برضو لاستيكة او براية. هبدأ ارتفع 3 سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، وهبتدي اشتغل في ال 12 غرزة اللي ورا بعض، كل غرزة منهم عمود بلفة بالشكل ده. وهبدأ ان انا اشتغل عند ال 24 غرزة، بس هقسمهم. هبتدي اشتغل هنا في ال8 غرز اللي ورا بعض، كل غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية. ده كده اول عمود، 2 3 4 5 6 7 8 بالشكل ده. وهبدأ هنا اشتغل بعد كده عمود بلفة عادي في ال6 غرز اللي ورا بعض، 2 3 4 5 6. يبقى انا كده اشتغلت 8 غرز عمود بلفة في الحلقة الخلفية، وال6 غرز دول اشتغلتهم عادي في الضلعين مع بعض. بعد كده هيتبقى معايا 10 غرز. ال10 غرز دول انا هشتغلهم عمود بلفة في الحلقة الخلفية. ادي كده 1 2 3 بالشكل ده كده. يبقى ال24 غرزة انا قسمتهم 8 غرز في الحلقة الخلفية، وال6 غرز دول انا اشتغلتهم عادي في الضلعين مع بعض، وال10 غرز دول في الحلقة الخلفية. هبتدي ان انا اشتغل السطر اللي بعد كده. هرتفع 3 سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، والسطر ده كله انا هشتغله عمود بلفة عادي. يعني هيبقى توتال الغرز معايا 36 غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده. خلصت السطر وهي هبدأ اشتغل السطر اللي بعده. هرتفع برضو 3 سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، والسطر ده كمان هشتغل برضو في كل غرزة عمود بلفة. هيبقى توتال الغرز معايا 36 غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده. وصلت كده لنهاية السطر، وتوتال السطور اللي انا اشتغلت فيها عواميد بلفة يعتبروا 3 سطور. ان انا هحسب السطر ده اللي هو انا اشتغلت فيه في الحلقة الخلفية، وهبدأ بعد كده اكمل بقية السطر التاني. هبتدي اشتغل في الحلقة الامامية اللي انا سبتها هنا في السطر الاولاني ده. هبتدي اشتغل عمود ب3 لفات. المرة دي انا هشتغل عمود ب3 لفات هنا، غير هنا انا اشتغلت 4 لفات لان انا كنت عايزة المساحة اكبر. هنا انا هعمله عمود ب3 لفات. هبتدي الف الخيط 3 مرات على الابرة، وهدخل هنا في الحلقة اللي انا سبتها. ابتدي الف واخرج من كل حلقتين. انا كده اشتغلت اول عمود ب3 لفات، وهكمل كده عند ال10 غرز دول. هبتدي اشتغل في كل غرزة من ال10 عمود ب3 لفات. هلف الخيط 3 مرات على الابرة، وهدخل اخرج كده من كل حلقتين. هبتدي اكرر تاني، هلف الخيط 3 مرات على الابرة، وهدخل في الحلقة اللي انا سايباها او الحلقة الامامية. هبتدي اشتغل عمود ب3 لفات بالشكل ده كده. كده انا اشتغلت
خلاص في ال10 غرز عمود ب3 لفات. هبتدي ان انا اعد برضو 10 غرز، 2 4 6 8 10. يعني الغرزة ال11 ديت هبتدي ادخل فيها بغرزة منزلقة بالشكل ده. من انا عايزة اشتغل في ال6 غرز اللي انا اشتغلتهم عواميد بلفة عادي هنا في النص، هشتغلهم ال6 غرز منزلقة كده. تاني غرزة، التالتة، الرابعة، خمسة، الستة بالشكل ده. وهبدأ بقى عند ال8 غرز دول، هبتدي ان انا اشتغل فيهم برضو عمود ب3 لفات. هبتدي اكرر تاني، الف الخيط 3 مرات على الابرة، وهدخل هنا في اول غرزة اشتغل فيها عمود ب3 لفات بالشكل ده كده. وهكرر تاني، الف الخيط 3 مرات وهدخل في الغرزة اللي بعد كده اشتغل برضو عمود ب3 لفات بالشكل ده. اكمل كده في ال8 غرز وارجع بالشكل ده كده. انا خلصت ال8 غرز عمود ب3 لفات، وهبدأ اكرر او اكمل بقية السطر التاني. هرتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، وهبتدي اعد 12 غرزة، 2 4 6 8 10 12. يعني دي الغرزة ال13، هعلمها بماركر او اول غرزة من ال24. هبتدي ادخل هنا في اول غرزة والغرزة اللي انا حطيت فيها الماركر بالشكل ده، وهشتغل غرزة حشو. يعني هكمل عادي السطر التاني زي ما بشتغل، وهدخل في كل غرزة والغرزة اللي موجودة قدامها الناحية التانية واشتغل غرزة حشو بالشكل ده. يبقى انا كده هشتغل في ال8 غرز دول. ادخل هنا في الغرزة اللي بعد كده واللي بعدها اشتغل غرزة حشو. هيقابلني ال6 غرز اللي انا عملت فيهم غرز منزلقة. هدخل اشتغل في كل غرزة منهم غرزة حشو عادية كده. اول غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، خمسة، ودي الستة. وهكرر بقى هنا، هدخل برضو اكمل اللي انا بعمله. هدخل في الغرزة اللي هنا وفي الغرزة اللي موجودة قدامها الناحية التانية اشتغل غرزة حشو، وهكمل كده في ال10 غرز اللي فاضلين بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. وهنا هبدأ ان انا اكمل او اشتغل السطر الثالث. هرتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، وهبتدي ان انا اشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو. ومن ال24 غرزة هشتغل في ال24 غرزة يعني غرزة حشو بالشكل ده كده. انا اشتغلت في ال24 غرزة هنا غرزة حشو. وبعد كده هشتغل في ال12 غرزة اللي بعد كده كل غرزة منهم عمود بلفة بالشكل ده كده. انا وصلت لنهاية السطر، وده كده هيبقى شكلها. انا هبدأ بعد كده اعمل كفر في الجزء ده علشان اغطيه ويدي شكل للمقلمة بتاعتنا. فهبدأ هرتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، وهشتغل في نفس الغرزة غرزة حشو. والسطر ده كله انا هشتغله غرز حشو عادي خالص. هشتغل فيه الضلعين مع بعض بالشكل ده كده. بالشكل ده كده انا اشتغلت السطر كله غرز حشو، وكمان السطر ده هشتغله برضو غرز حشو. هرتفع غرزة سلسلة وهدخل في نفس الغرزة اشتغل
غرزة حشو، وهكمل كده السطر كله غرز حشو بالشكل ده كده. بالشكل ده كده يبقى انا اشتغلت سطرين ورا بعض غرز حشو. السطر اللي بعد كده انا هشتغله برضو غرز حشو بس في الحلقة الخلفية او الباك لوب، فانا هرتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في نفس الغرزة بس في الحلقة الخلفية هشتغل فيها غرزة حشو، وفي كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو في الحلقة الخلفية او الباك لوب بالشكل ده كده. بالشكل ده كده انا خلصت السطر، واخر غرزة هنا انا هعلمها بالماركر اهو. هنا هحط الماركر عند الضلع او الحلقة الامامية اللي انا سبتها، هبتدي اعلمها بالشكل ده كده، وهبدأ ان انا اشتغل الكفر بتاع المقلمة من بره. هرتفع 3 سلسلة بالشكل ده، وهقلب الشغل الناحية التانية. دول يعتبروا اول عمود بلفة معايا. بعد كده انا هسيب الغرزة دي وهشتغل في اللي بعدها. انا يعتبر هنا دي طبعا اول غرزة انا اشتغلت فيها ال3 سلاسل اللي هم عمود بلفة. هسيب الغرزة اللي بعدها وهشتغل في الغرزة الثالثة عمود بلفة. انا هعمل غرزة الكروس، وهبدأ بعد كده اشتغل عمود بلفة في الغرزة اللي انا سبتها هنا. هدخل كده بالشكل ده واشتغل فيها عمود بلفة، يبقى اتكون معايا شكل غرزة الكروس. وهرجع اكرر تاني، هسيب الغرزة دي وهشتغل في اللي بعدها عمود بلفة، وهرجع اشتغل في الغرزة اللي انا سبتها. بقى كده شكل غرزة الكروس معايا، وهكرر هسيب الغرزة دي وهشتغل في اللي بعدها عمود بلفة، وهرجع اشتغل في الغرزة اللي انا سبتها عمود بلفة بالشكل ده. وهكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر بالشكل ده. هكمل كده وارجع لكم. بالشكل ده كده انا اشتغلت السطر كله غرز كروس بالشكل ده، وهنا اخر غرزة معايا اشتغلتها كروس. فاضل اخر غرزة هشتغل فيها عمود بلفة بالشكل ده، يبقى نهاية السطر بعمود بلفة زي هنا البداية عمود بلفة بالشكل ده. وهنا ده هيبقى شكلها ده كده الظهر بتاع المقلمة. المفروض ان الجزء ده هيتني بالشكل ده. طبعا عشان كده انا هنا اشتغلت الغرز الحشو في الباك لوب علشان تديني القلبة دي كده بالشكل ده. وهكمل كده بنفس الطريقة، هشتغل السطور اللي جاية كلها بنفس الطريقة. هرتفع 3 سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية. هبتدي اسيب الغرزة دي وهشتغل في الغرزة اللي بعدها عمود بلفة، وهرجع اشتغل عمود بلفة في الغرزة اللي انا سبتها بالشكل ده كده. وهكرر تاني هسيب الغرزة دي وهشتغل في اللي بعدها عمود بلفة، وهرجع اشتغل عمود بلفة في الغرزة اللي سبتها بالشكل ده كده. انا هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وكمان انا هشتغل الجزء ده غرز كروس كده بالشكل ده لغاية لما اوصل عند الماركر ده. يعني هرتفع بالجزء ده لغاية الماركر ده وارجع لكم وهاجي اقول لكم انا اشتغلت كام سطر. بالشكل ده كده انا اشتغلت 8 سطور من غرزة الكروس بالشكل ده. وده كده هيبقى شكلها. ده هنا الحرف او القلبة اللي انا عملتها، وهتتني هنا عند الظهر. انا هنا حاطة 3 ماركر هنا عند القلبة اللي انا عملتها، حاطة هنا ماركر، وهنا في القلبة بتاعت النص بتاع المقلمة اللي هو ده حاطة هنا في 2 ماركر بالشكل ده. ده كده اهو ده الكفر بتاع ظهر المقلمة. اشتغلت زي ما قلت لكم 8 سطور. هبدأ بعد كده ارتفع
غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، وهشتغل في نفس الغرزة غرزة حشو. والسطر ده كله انا هشتغل فيه غرز حشو، يعني هيبقى توتال الغرز معايا 36 غرزة حشو. بالشكل ده كده انا اشتغلت السطر كله غرز حشو. وهبدأ السطر الجديد هرتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية. وانا بعد كده عايزة ان انا اقفل الظهر ده بتاع الظهر بتاع المقلمة مع الحرف هنا اللي هو بنقفل منه الجزئين كده مع بعض عند الماركر اللي انا علمته في الحلقة الامامية اللي انا كنت سايباها. فهقفلهم مع بعض بالشكل ده كده. هبتدي ادخل في نفس غرزة الحشو دي تحت الضلعين بالشكل ده كده، وهاجي عند الماركر هنا اللي انا معلمة عند الحلقة الامامية اللي انا كنت سايباها. هبتدي اشيل الماركر وهدخل عند الضلع او الحلقة اللي انا سايباها، وهبتدي اشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده. وهدخل بعد كده في الغرزة اللي بعد كده هكرر، وهدخل هنا تحت الضلعين وهبتدي ادخل في الغرزة اللي قصادها الحلقة اللي انا سايباها. هبتدي اشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده، وهبتدي اكرر تاني. هدخل في الغرزة اللي بعد كده تحت الضلعين والحلقة اللي قصادها الحلقة الامامية بالشكل ده، واشتغل غرزة حشو. وهكرر كده في كل غرزة بالشكل ده كده. هدخل في الغرزة اللي بعد كده تحت الضلعين والغرزة اللي قصادها الناحية التانية، وهبدأ اشتغل غرزة حشو. انا هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر بالشكل ده كده. انا خلصت السطر كله وقفلت كده الجزئين مع بعض، وكده انا عملت كفر للجزء الاولاني. فاضل الجزء التاني بتاع المقلمة اللي هو ده بالشكل ده اللي هو من الناحية التانية عشان تبقوا متخيلين معايا. اهو ده كده الجزء ده لسه، ده كده الجزء اللي انا عملت له الكفر. هبدأ ان انا ارتفع بعد كده غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو. والسطر ده كله هشتغله غرز حشو، يعني هشتغل في كل غرزة غرزة حشو لنهاية السطر بالشكل ده. انا خلصت السطر كله غرز حشو. والسطر الجديد هرتفع غرزة سلسلة وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو. وكمان السطر ده كله هشتغله برضو غرز حشو بالشكل ده كده. بالشكل ده كده انا خلصت برضو السطر ده كله غرز حشو. هبدأ بعد كده في السطر الجديد كمان هقفل الجزء ده، الجزء اللي انا عملته ده بالسطر برضو اللي انا هنا سايباه في الحلقة الامامية عند الماركر التاني. هعمل نفس اللي عملته، هشتغل في الحلقة اللي انا سايباها عند الماركر ده غرزة حشو. فانا هنا هبدأ ارتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، وهبدأ ادخل في الحلقة الامامية الاول اهي. هدخل فيها وهدخل في الغرزة اللي قدامها تحت الضلعين وهبدأ اشتغل غرزة حشو. وهكرر كده هدخل هنا في الضلع او في الحلقة اللي انا كنت سايباها، وهدخل في الغرزة اللي قصادها تحت الضلعين واشتغل غرزة حشو بالشكل ده. وهكرر هدخل هنا في الحلقة اللي انا سايباها والغرزة اللي موجودة قدامها اهو بالشكل ده واشتغل غرزة حشو. وهكرر كده بنفس الطريقة لنهاية السطر
انا وصلت كده لنهاية السطر، وصلت عند الماركر. هبتدي ان انا اشيل الماركر بالشكل ده، وهشتغل اخر غرزة. هدخل هنا في الضلع اللي انا سايباه، وتحت هنا الضلعين في الغرزة اللي قدامها، وهشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده اهو. وهبدأ ارتفع غرزة سلسلة، وهقلب الشغل الناحية التانية. والسطر ده انا هشتغله كله برضو غرز حشو، اشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو بالشكل ده. انا خلصت السطر كله غرز حشو، وهبدأ تاني اكرر غرزة الكروس دي زي اللي انا عملتها هنا. هعملها بقى في الجنب التاني بتاع المقلمة اللي هو الجزء ده. هبتدي ارتفع 3 سلسلة، وهقلب الشغل الناحية التانية، وهبدأ اسيب الغرزة دي، وهشتغل في الغرزة اللي بعدها عمود بلفة، وهرجع في الغرزة اللي انا سبتها اشتغل عمود بلفة تاني، وهكرر هسيب الغرزة اللي بعد كده وهشتغل في اللي بعدها عمود بلفة، وهرجع في الغرزة اللي سبتها اشتغل فيها عمود بلفة. هكمل كده بنفس الطريقة غرزة الكروس زي اللي انا عملتها في السطور اللي فاتت، هشتغلها تاني او هكررها تاني بنفس الطريقة بالشكل ده. انا هكمل كده بنفس الطريقة لغاية لما يبقى معايا 8 سطور من غرزة الكروس، علشان انا اعمل الجنب ده زي ما انا عملت الجنب ده. هكمل كده وارجع لكم. بالشكل ده كده انا خلصت غرزة الكروس، وهبدأ اقفل الجزئين دول مع بعض. هبتدي هنا ارتفع غرزة سلسلة، وهقلب الشغل الناحية التانية، وهبدأ اجيب الجزء ده، وهدخل هنا في اول غرزة، وهدخل في الغرزة اللي موجودة قدامها الناحية التانية، وابتدي اشتغل غرزة حشو، وهشتغل هنا في الغرزة اللي بعدها والغرزة اللي موجودة قدامها الناحية التانية، واشتغل غرزة حشو، وهكمل كده بنفس الطريقة في كل غرزة والغرزة اللي موجودة قدامها الناحية التانية، ويبقى عدد الغرز معايا 36 غرزة حشو بعد كده. بالشكل ده كده انا خلصت الجنب ده اهو. ده كده شكلها، قفلت كله مع بعضه، وهبدأ اشتغل سطر من غرز الحشو. هرجع اشتغل كده، هرتفع غرزة سلسلة، وهقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في نفس الغرزة اشتغل فيها غرزة حشو، وفي كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو. بالشكل ده كده انا وصلت هنا لنهاية السطر. فاضل ان انا اقفل الجناب المفتوحة هنا ديت بتاعة المقلمة. فانا هدخل هنا في الجنبين مع بعض، وطبعا ده انا هعتبره الركن الاولاني، فهدخل فيه كده في الغرزتين قصاد بعض. هشتغل في كل ركن 3 غرز حشو. ده كده اول غرزة، وهرجع في نفس الغرزة تاني اشتغل تاني غرزة، وفي نفس الغرزة اشتغل تالت غرزة. يعني انا كل ركن هشتغل فيه 3 غرز حشو مع بعض في غرزة واحدة. وهبدأ ان انا اشتغل كده الجنبين قصاد بعض، هشتغل غرز حشو، او هقفلهم مع بعض كده بغرز حشو. هخش في الغرزتين قصاد بعض بالشكل ده كده، وهكمل كده هدخل برضو في الجنبين قصاد بعض اشتغل غرز حشو بالشكل ده. هكمل كده لغاية لما اوصل للجنب ده وارجع له. انا اشتغلت اهو لغاية لما وصلت عند الركن، وهنا في القفلة بتاعت الجنبين مع بعض اشتغلت غرز حشو عادي، وكملت برضو قفلت الجنبين دول مع بعض. هبدأ هنا في الركن ده اشتغل
3 غرز حشو زي ما احنا اتفقنا ان كل ركن هشتغل فيه 3 غرز حشو بالشكل ده. وهاجي هنا عند الماركر ده انا كنت معلماه ان دي اول غرزة هشتغل فيها بقى هنا غرزة حشو عادي. السطر ده كده يعتبر ان انا هشتغل فيه كل غرزة غرزة حشو بالشكل ده عند الحلقة اللي انا كنت سايباها اللي هو الضلع الامامي. هكمل كده بنفس الطريقة الجنب ده كله لغاية لما اوصل عند الركن ده هشتغل فيه 3 غرز حشو وهقفل الجنبين مع بعض بالشكل ده. هوصل لغاية اخر ركن ده وارجع له. انا وصلت كده عند اخر ركن وهشتغل برضو في 3 حشو بالشكل ده كده. وهاجي هنا عند اول غرزة انا اشتغلتها هشتغل فيها غرزة منزلقة وكمان هشتغل في ال17 غرزة. كل غرزة غرزة منزلقة. انا اشتغلت اول غرزة من ال17 هشتغل في تاني غرزة غرزة منزلقة والتالتة لغاية لما اكملهم 17 غرزة منزلقة وارجع له. بالشكل ده كده انا اشتغلت 17 غرزة منزلقة. هبتدي بعد كده اعمل العروة بتاعة الزرار. هرتفع 12 غرزة سلسلة 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وهدخل في الغرزة اللي بعد كده اشتغل برضو غرزة منزلقة بالشكل ده. وهدخل في كل غرزة اشتغل فيها غرزة منزلقة. هكمل كده هشتغل في كل غرزة غرزة منزلقة لغاية لما اوصل عند الغرزة اللي قبل الركن ده يبقى عددهم برضو 17 غرزة. بالشكل ده انا اشتغلت في الجنب كله ده غرز منزلقة وبرضو هيبقوا هنا 17 غرزة منزلقة. هبتدي ارتفع غرزة سلسلة وانهي الشغل بالشكل ده كده اهو. فاضل ان انا اركب الزرار واعمله عادي بالابرة بتاعة التنظيف اهي. هبتدي ان انا الضم الابرة واخيط الزرار هنا وارجع اوريكم شكل المقلمة النهائي بالشكل ده كده. ده شكل النهائي للمقلمة وده كده بعد ما انا ركبت الزرار. ده كده شكلها من جوه. نبتدي نفتحها كده. طبعا انا حطيت لكم فيها اقلام عشان اوريكم الشكل النهائي اهو. طبعا هنا جراب للاستيكة او البراية سواء هنا او هنا بالشكل ده كده. اتمنى ان المقلمة تكون عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم تقدروا تنفذوها بكل سهولة. ما تنسوش بقى لايكات كتير على الفيديو. اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش يعمل سبسكرايب للقناة ويفعل زرار الجرس عشان يوصل له كل الفيديوهات الجديدة. وشكرا واشوفكم في فيديو جديد مع غرزة جديدة.